بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. وبعد، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفتان تاريخيتان وقفتهما أمامكم، ولا يمكن أن أنساهما ما دمت على قيد الحياة. رجاءً الرجاء أن نبتعد الآن عن هذه الشعارات ونصغي ونعيش الهدوء. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. الوقفة الأولى: حين خرجت من السجن الأول 25/9/1995 ودعوتكم فيها للالتزام بالهدوء بعد اتفاقية المبادرة لإخراج البلاد من الأزمة، واستجبتم رغم الجراح والآلام ورغم المحن والصعاب، لأنكم أصحاب حق وعدل ودعاة أمن وسلام. الوقفة الثانية كانت في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالدراز بعد خروجي من الحصار والإقامة الجبرية بتاريخ 9/2/2001، ودعوتكم فيها إلى المشاركة الفعالة في العملية الإصلاحية والتصويت بنعم للميثاق بعد التطمينات، واستجبتم رغم ما كان عندكم وعندنا من تحفظات واعتراضات، لأنكم أصحاب حق وعدل ودعاة أمن وسلام. واليوم أقف أمامكم لا يائسا ولا قانطا، ولكن مصارحا ناصحا أمانة للتاريخ. فليس هذا هو البرلمان
الذي ناضل من أجله الشعب سنة وشيعة وبجميع فعالياته ورموزه، وليس هذا هو الذي صوتنا عليه جميعا. ولكن لا يعني هذا نهاية المطاف، ولا يفكرن أحد منكم أن يتخلى عن أسلوب العمل السلمي الحضاري الذي عاهدنا أنفسنا عليه وعرفنا العالم من خلاله، خصوصا في هذه المرحلة